ايه هي اسباب عدم ركود البط على البيض او اسباب موت الجنين جوه البيضة من قبل ما البطة تطلع كده بكام يوم او اثناء هي لما هي بتكون راقدة؟ ليه البط الصغير بتلاقيه ميت جوه البيضة كده؟ آم، وهنشوف كده كل الاسباب دي من خلال الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة حبيت كده ان انا اصور معاكم البطة وهي مطلعة البيض علشان نشوف مع بعض هي الاسباب اللي بتخلي البطة ما تنامش على البيض، او ان هي تقوم من على البيض كتير فيقوم البط الصغير ميت جوه البيضة. وان شاء الله كده هنشوف مع بعض. شايفين ما شاء الله؟ ده طبعا البطة اللي هي البلد الخليط او المسكوف الخليط، يعني اللي واخدة من الاتنين. فلما بتكوني طبعا مختارة بطة للركود، بطة سليمة ما فيهاش اي عيب، فبتلاقيها بتطلع لك انتاج زي كده ما شاء الله، ما فيهوش اي، ما بتشوفيش اي مشكلة اثناء لما بتكون راقدة. وطبعا انت كمان بتساعد البطة في طولة ما هي راقدة على البيض، يعني من اول لما البطة بتنام البيض بعد 10 ايام كده من الركود بتقومي بالكشاف كده وبتشوف او في الشمس بتشوف البيض المخصب، والبيض اللي هو لو في بيض فاضي علشان تسيبلها البيض السليم علشان تبتدي ان هي تعرف ان هي تدفيه. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا تختاري بطة تكون حجمها حلو، يعني بطة كده ايه الريح بتاعها، يعني ان هي تكون حجمها كبير علشان ان هي تعرف ان هي تدفي البيض وتلم البيض تحتها كله، ما يكونش فيه بيض طالع بعيد عن الأجنحة بتاعتها، علشان ان هي طبعا طولة ما هي راقدة بتقلب البيض بتاعها وبتشوف. وطبعا اول لما البطة بتبيض عندك ما تشيليش البيض من تحتها خالص، يعني ما تقوليش بقى نشيل البيض ونحط لها بعد ما تخلص نحط لها البيض تاني، فهو ده اللي بيخليها ما بترضاش ان هي ترقد عليه. في انواع بط كده هي بتحب ان هي كل يوم لما بتيجي ان هي تبيض تلاقي البيض بتاعها كامل، فانت بتجهزي من اول يوم تبتدي تبيض عندك، بتجهزي لها مكان يكون كده ايه بعيد عن الطيور الكبيرة طبعا، ومعاها الدكر ومعاهم الاكل والمية. فطبعا بتبتدي ان هي بقى ايه كل يوم بتعرف المكان اللي هي هتنام فيه، بتقوم تبيض وتروح على المكان لوحدها كده. واهم حاجة طبعا ما تحطيش ميه في المكان اللي هي بتكون فيه ميه كتير، يعني حاجه صغيره كده بحيث ان هي تشرب. وفي بط طبعا بيحب ان هو ايه، علشان في بط بيحب ان هو يقعد يرطب في نفسه ويعك في الميه، فبتقوم لو انت في الشتاء بقى بتغرق نفسها ميه وتروح تنام على البيض، فممكن البيض تحتها يكون بيبرد، او في بيض عدد البيض اللي تحتها كتير فما بتعرفش ان هي تقلبه ولا تدفيه حلو، فايه بتلاقي معظم البيض بيطلع فيه الجنين ميت لانه بيكون مش دافي تحتها. طبعا برضو بتختار المكان اللي البطة بترقد فيه. لو انت في الصيف بتختار المكان ما يكونش درجة الحرارة عالية فيه، مكان يكون يعني الشمس بعيد عن الشمس، مش تحطها ترقد في مكان الشمس مسلطة عليه، فده بيخلي البيض يبتدي ان هو يمشش اثناء ما بتكون راقدة، وبتلاقي البيض طبعا بيبوظ تحتها، البيض الجنين ما بيكتملش كده جوه البيضة، ده من علو درجة الحرارة. طبعا انا لما كنت بطلع على البطة في الصيف كنت بلاقي البطة بتقوم من على البيض نص ساعة ولا حاجة كده. هو طبيعة البط طبعا بيكون حنون كده على البيض بتاعه، فبتلاقيها ايه بتقوم وتسيب البيض شوية وبعد كده بترجع تبيض عليه تاني. ده البطة اللي هي الشاطرة الناصحة اللي عارفة هي بتعمل ايه، ده كمان بالمساعدة بتاعتك معاها. اما في الشتاء طبعا بتختاري لها مكان يكون بعيد برضو عن الهواء والبرد وعن الطيور الكبيرة، فهي برضو بتعرف ان المكان ده هي اهم حاجة تكوني ايه فرشالها حاجة تحتها تكون مرتاحة وهي نايمة،
وطبعا بتكوني منضفه المكان اللي هي بتكون راقده فيه. شايفين انا هنا عامله لها ايه؟ عامله لها الزير بتاع ست بقى، ست العجوزه كده. خدت منها الزير ده وببتدي ان انا بخلي البط يرقد فيه، والفراخ كمان بتشوفوا معايا الفراخ، ما بصور معاكم الفراخ برضو بتبيض فيه، بيكون محكوم جدا وحلو جدا، سواء صيف سواء شتاء البط بيطلع فيه ما شاء الله حلو جدا. تختاري بقى حاجة ان هي ترقد فيها، تفرشي لها حاجة بحيث ان وهي نايمة مفيش حاجة تعاكسها كده، فتلاقيها مش مرتاحة في النومة بتاعتها، فبرضه بتقعد تقوم كتير من على البيض فبتبوظه. دي حاجة. طبعا بتختاري بطة تكون حلوة وذكر يكون برضو حلو، والأكل والمية معاهم. وطولة ما هي راقدة 3 مرات في الشهر كده بتكشفها عن البيض، بحيث ان هي لو في بيضة اتكسرت تحتها ولا حاجة ما تعملش ريحة وحشة على بقية البيض، تقوم الجنين يموت فيه او يلم الحشرات سواء الفاش او الدود اللي هو الصغير ده. فهو ده برضو اللي بيخليها تهج من على البيض. طالما المكان اللي هي فيه مش مريحها فعمرها ما هتستقر عليها، كل شوية هتلاقيها قايمة من على البيض لحد لما تيجي قبل ما تطلع بيومين 3 تتفاجئ ان البط الصغير ميت جوه البيضة. فانت بمساعدتك معاها بتلاقيها بقى ابتدت ان هي ما شاء الله تطلع لك انتاج زي الفل. طبعا لو انت حابة بقى قبل ما تطلع بيومين 3 ترش لها شوية اللي هو الشيح البلدي ده على البيض، ده بيطفش الحشرات من على البيض، وبيساعد كمان الجنين ان هو يتنفس جوه البيضة سواء في الشتاء او في الصيف. مش كل مرة بعمل كده، البطة اللي بتكون محتاجة مساعدة فانت بتساعديها. وقبل ما تطلع بيومين طبعا ده بيكون اهم يومين في الشهر طولة ما هي راقدة، انك انت تتابعيها بحيث ان البطة اللي تكون طلعت ونشفت خالص خالص تشيليها، علشان تبتدي البطة ان هي تهتم ببقية البيض، يعني مش بتسيب البطة وخلاص على كده. طبعا ما شاء الله انتاج البط ده هو ده البط الامهات بقى. البط اللي هو المسكوف الخليط ده حلو جدا جدا في الركود، وفي الوزن بتاعه بيكون عالي. المهم انك انت تكوني مختارة البطة اللي هي الصح، الشطرة اللي حجمها حلو، الاجنحة بتاعتها ملمومة كده على جسمها، بحيث ان هي تقوم لما البيض كله وتطلعه مرة واحدة. وبتختاري برضو الذكر يكون يعني عمره 6 شهور عشان يطلع لك بذرة حلوة كده، وتلاقي ما شاء الله الانتاج عندك يدوم عندك سنين وسنين. ودي كانت نصيحة بقى ست العجوزة، ست لسه عايشة يعني، فانا باخد منها النصايح وببتدي كده ايه ان انا برضو يعني من خلال الفيديوهات اللي انا بنزلها كل حاجة انا بعرفها منها بقولها لكم من خلال الفيديو. بس يا ريت تشجعونا كده باللايك. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.